اهلا يا ست هانم، اهلا، نورت المحكمه ومنصوره ان شاء الله. انت تبع فكري بيه يا باظه؟ لا يا سعاده البيه، انا تبع الست هانم ومن اشد المعجبين بيها. ما هو انا اللي جبت حضرتك عرضت الدعوه، انا اللي وصلتها لك لغايه باب الفيلا، وجاي النهارده مخصوص عشان القضية اشوف في حضرتك. قاعة 4 وفي الرول نمرة 1. محكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نادي على القضية الأولى. عبد الستار محمد الهلالي، أم كلثوم إبراهيم. عبد الستار موجود؟ موجود. موكل محامي؟ ووكل محامي ليه يا فضيلة القاضي؟ القضية واضحة وضوح الشمس. المدعى عليه. حاضر عن المدعى عليها الآنسة أم كلثوم إبراهيم. سجل عندك. وقد حضر عن المدعى عليها الأستاذ فكري أباظة. قول لي يا عبد الستار، أنت متجوز المدعى عليها؟ طبعا يا جناب القاضي، أمال يعني أنا بتبلى عليها؟ هو أنا أعرفك؟ أنا أول مرة أشوفه النهاردة. اسكتي، إحنا ما عندناش حرمة تتكلم في حضور جوزها. يا أم كلثوم اهدي كده وسيب الكلام للمحامي بتاعك، وهو والحمد لله راجل ضليع في مهنته. أما أنت يا عبد الستار فأنصحك إن يكون كلامك على قد السؤال. حاضر يا جناب القاضي. أنت بتقول إن المدعى عليها زوجتك وهي بتقول لا، إيه دليلك؟ اثبت. تثبت هي إنني مش جوزها؟ بقول لك عندك دليل إثبات إن هذه السيدة مراتك؟ يا جناب القاضي اسأل عليا، أني ولا غر عين من أعيان دشنة، وعندي من الطين 300 فدان، هذا بخلاف دوار كبير تقولش قصر. يا عبد الستار انت جاي تثبت جوازك ولا لسه هتخطب؟ المطلوب منك هنا انك تثبت انها مراتك. احلف يا فضيلة القاضي. اثبات الجواز مش بالحلفان يا عبد الستار. عندك دليل على جوازك منها؟ ومين اللي عنده دليل؟ انت عندك دليل انك متجوز؟ كلمني هنا يا عبد الستار. يا جناب القاضي، ما كل واحد متجوز مرته في بيته، يثبت ازاي ان هو متجوز؟ انا مستعد احلف. يا فضيلة القاضي، واضح إن المدعي عبد الستار الهلالي من مجانين الشهرة. أني مجنون أني؟ لو نطقت بكلمة واحدة هحطك في القفص. اتفضل يا أستاذ فكري كمل. زي ما قلت لفضيلتك، واضح إنه من مجانين الشهرة، وسوف نثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع أنه مجنون ومعتوه ومختل عقليا. أما إذا أنكر العته والجنون وادعى العقل، فسوف نعتبر ادعاءه الزواج من الآنسة أم كلثوم إهانة إلى سمعتها ومكانتها في المجتمع، وسنرجع عليه بقضايا تعويض. أشك بعدها أنه سيدعي امتلاك 300 فدان إذا كان يمتلكها بالفعل، أو بيتا يشبه السرايا إذا كان له بيت. ولن نكتفي بهذا، بل سندخله السجن بإذن الله بتهمة القذف في سمعة موكلتي. ليس لدي ما أقوله في هذه القضية سوى أن رجلا من قارعة الطريق قد اقتحم حياة سيدة فاضلة تحترمها مصر وتجلها، وأساء إلى سمعتها ومكانتها وشغلها بالتقاضي. وأخيرا أشكر المحكمة على سعة صدرها وحسن استماعها، وألتمس من عدالتها رفض الدعوة وإلزام المدعي بالمصاريف. يا انسه ام كلثوم، انا جاي من طرف شريف باشا صبري. شريف باشا صبري خال الملك فاروق؟ ايوه، ومهتم جدا بالقضيه، وبيطلب من جنابك تشرفيه في السرايا. امتى؟ دلوقتي لو امكن. انا واخويا الشيخ خالد هنروح البيت نطمنهم، وبعدين ان شاء الله نبقى نروح له. أهلا أهلا وسهلا. أهلا. السرايا منورة بوجودك يا هانم. أهلا وسهلا. أهلا يا باشا. اتفضل.
طبعا انت بتسالي انا بعتلك ليه. انا بعتلك علشان سببين. اولا علشان موضوع الراجل اللي رافع عليكي قضيه ده. الراجل ده استفزني جدا، وعايزك تعرفي انك مش واقفه في الموضوع ده لوحدك. الحمد لله يا باشا، الموضوع انتهى على خير بفضل فكري به أباظة. ثانيا وده الاهم، انا انتهزتها فرصه عشان اعبر لك عن اعجابي الشديد بصوتك ومن زمان. الف شكر معاليك يا باشا. صدقيني انا ما ببالغش ابدا لو اقول لك ان انا كل يوم الصبح مع الفطار لازم اسمع اسطوانه ليكي، والا بقيه اليوم كله يبقى مزاجي مش ولا بد. غريبة يا باشا، معاليك مختلف عن باقي أفراد الأسرة المالكة. متهيألي كلهم ذواقين الموسيقى الغربية أكتر من الموسيقى الشرقية. انا مش كل الشرق يعجبني، انا بيعجبني صوتك انت بالذات. هناكي الطريقه اللي بتعبري بيها عن الكلام، كل الحاجات دي بتخلي الواحد يتنقل لعالم تاني خالص، عالم مسحور. أنسة أم كلثوم وصلت يا سعادة الباشا. خليها تتفضل. شوف يا محمد الساعة كام؟ 12 إلا 4 دقايق. أهلا يا هانم، أهلا. أهلا معالي الباشا. اتفضلي. أهلا يا محمد. أهلا يا هانم. الفنانة الوحيدة يا محمد اللي بتحضر قبل ميعادها، مش زي معظم الفنانين يجوا متأخرين على الأقل بساعة، وأسألهم اتأخرتوا ليه؟ يقولوا لي احنا صحينا النهارده بدري عشان نلحق نيجي في الوقت ده. الحقيقة أنا دايما ببتدي يومي بدري، لدرجة إن لو عندي بروفا أخليها الساعة 9 صباحا، عشان لو قعدنا نشتغل 7 أو 8 ساعات يبقى قصادنا النهار طويل. أصل الأنسة عندها ميعاد مقدس يا سعيد باشا، ما تحبش أي مواعيد تانية تجور عليه. هو ساعة المشي اليومية. كل يوم؟ أيوة فعلا، أنا بحب قوي أمشي يوميا على النيل، وخصوصا قبل ميعاد الغروب بساعة. بحب قوي أحافظ على الميعاد ده وعلى المواعيد كلها بشكل عام. عظيم. رغم إنه في رأي بيقول إن الفنان إنسان بوهيمي. مع احترامي الشديد لمعاليك، أنا بتجربتي الشخصية لقيت إن الرأي ده فيه مغالطة. الفنان الحقيقي اللي بيشتغل بجد وعايز يلاقي رد فعل لشغله لازم ينظم حياته. معاليك ما تتصورش الاستعدادات اللي بعملها قبل كل حفلة، كأني بالظبط داخلة امتحان. ياه، بتعملي حساب لجمهورك للدرجة دي؟ يا خبر، ده أنا بخاف منه قوي. ومع ذلك محمد فتحي بيقول لي إنك متضايقة قوي من تقديم وصلاتك الغنائية في الاستوديو. فعلا أنا بحس إني بغني للحديدة، لازم يكون في ناس أتجاوب معاهم، سميعة يحسوا بيا وأحس بيهم. عندك حق. قول لها اقتراحك يا محمد. الحقيقة يا هانم أنا اقترحت على سعيد باشا إننا نخرج من الاستوديو ونقدم الوصلات الغنائية دي على مسرح يبقى فيه جمهور، والحفلة تنقل على الهواء مباشرة وتسجل كمان. يا ريت، اقتراح هايل. والحفلة دي هتتعمل كل قد إيه؟ هتكون حفلة شهرية تقدمي فيها 3 وصلات ب3 أغاني جديدة. لا مش ممكن، 3 أغاني جديدة في خلال شهر؟ اختيار الكلمات والألحان والبروفات في شهر، أكيد هيطلعوا الأغاني مش بالمستوى المطلوب. طيب تقترحي إيه؟ أنا هقدم غنوة جديدة وأغنيتين معادين. إيه رأيك يا محمد؟ والله اقتراح هايل. وعملي كمان، لأن الغنوة الجديدة هتاخد حقها في التجهيز، والغنوتين المعادين هياخدوا حقهم في إن الناس تسمعهم مرة تانية. أحيانا الجمهور لما بتعجبه غنوة بيبقى عايز يسمعها مرة كمان. وحضرتك وانتي بتغنيها تاني مرة بتبقى فيه إضافات جديدة في أسلوب المغنى. فعلا في المرة الأولى بركز على معاني الكلمات عشان توصل للناس، لكن في المرة التانية بقى بجود واتسلطن. عظيم. ودلوقتي بقى نكمل باقي الترتيبات. بالنسبة للمسرح، تحب الحفلة تقام على أي مسرح؟ والله يا معالي الباشا في مسرح الأزبكية، قاعة يورت، وفي كمان مسرح لسي الحرية. ونختار يوم الجمعة زي ما بتقدمي وصلاتك من استوديو الإذاعة. لا اسمح لي، أنا هختار يوم الخميس عشان ده كان يوم افتتاح الإذاعة الحكومية. خلاص، يبقى يوم الخميس الأول من كل شهر.
ايه رأيكم؟ انا موافق. وانا كمان موافقه. وهتكون اول حفله امتى؟ شهرين يا محمد كويس عشان نلحق نخلص باقي الترتيبات. كويس جدا يا فندم. وانا من ناحيتي واحتفالا باول حفله ال3 اغاني هيكونوا جداد. أيها السادة الكرام، من قاعة إيورت التذكارية تقدم الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية حفلها الشهري الأول. تحيي الحفل الآنسة أم كلثوم، صاحبة الصوت الساحر العذب الذي يعزف على أوتار القلوب ويسري إلى وجدان المستمع ويضعه في حالة من النشوة والشجن تعجز عن وصفها الكلمات. معنا الآن الملحن الكبير الشيخ زكريا أحمد الذي ستشدو أم كلثوم في حفلتنا الليلة بواحد من ألحانه. شيخ زكريا، يا ترى أم كلثوم هتقدم لنا إيه من أغانيها النهاردة؟ يا سيدي اللي انا اعرفه انها هتغني اغنيتين جداد للاصابجي ورامي، لكن ايه هما ده سر من اسرارها هي بقى تقول لك عليه. لكن انا هتغني لي اغنيه الليل يطول ويكدني. والغنوة دي لحنتها من أي مقام يا شيخ زكريا؟ دي من مقام الرصد. طيب ممكن ندي فكرة للسادة المستمعين عن مقام الرصد؟ مقام الرصد ده اهم مقام في الموسيقى العربيه. ليه أهم مقام يا شيخ زكريا؟ لانه مقام غني تقدر تستخرج منه الحان تعبر عن العاطفه، الشجن، الشموخ، المرح. اهلا وسهلا، اتفضل. شكرا. اهلا وسهلا يا رام افندي. اهلا. اهلا يا شيخ خالد. ازيك؟ اهلا يا سراب. اتفضل يا كنت. الحقيقة أنا اندهشت لما عم حسين قال لي إنها خرجت. ما هو اصل طلعت باشا حرب طلبها بنفسه، قال لها عايزك تجي لي البنك النهارده. ووسطنا نمسك فيك لحد ما ترجع.
معقولة برضو يا ست فاطمة من الزمالك لأرض شريف والعكس؟ ده غير بقى المدة اللي هتاخدها مع طلعت باشا. انت مش النهارده اجازه؟ أيوة. خلاص بقى. يا ترى كتاب الاتنين النهارده ايه؟ النظرات للمنفلوطي. بس حلوة قوي حكاية كتاب الاتنين دي. ما هي بقت عاده يا رام افندي، كل يوم اتنين كتاب جديد. شوف من كام سنه؟ كام سنة؟ من سنة 24 كده. لغايه السنه دي يعني 14 سنه، والسنه 12 شهر، والشهر 4 اسابيع. ياه، يعني جرت كام كتاب؟ يا شيخ خالد ما تعدش. شوفي بقى يا ست ام خالد، مهم قوي ان الواحد يكون له عادات بالشكل ده. العاده دي اكتسبتها وانا في فرنسا. وانا في فرنسا يا ست ام خالد كان الوقت اللي قدامي ضيق جدا في مقابل الكتب الكتير اللي كنت عاوز اقراها والحاجات الكتير اللي كنت عاوز اشوفها. قمت عملت ايه بقى؟ عملت جدول اسبوعي والزمت روحي بتنفيذ الجدول ده، ومن ساعتها لحد دلوقتي وانا ماشي على نظام الجداول دي. ام كلثوم بتعمل زيك كده يا سيرام. ايوه يا رام افندي، بس الكتب اللي بتجيبها لسمع عشان تقراها لغتها صعبه قوي. بس يمكن الكتاب ده بقى لغته اسهل بكتير، مش في صعوبة الكتب ودواوين الشعر اللي قريتها أم كلثوم قبل كده، زي مثلا دواوين شعر البحتري وأبو تمام وابن الرومي والشريف الرضي ومهيار الديلمي وعمر بن الفارض وعمر بن أبي ربيعة. ياه بنتي جرت الكتب دي كلها؟ سومة يا ست أم خالد قرت كتب أكتر من كده بكتير، دي يعني مجرد أمثلة. يبقى لي دلوقتي فهمت ليه بره جورنال علق على حديث لأم كلثوم قالت فيه رأي ليه وزنه. يعني قال: وإلى هنا انتهى حديث الآنسة أم كلثوم الزمخشري. غفر الله للآنسة والألفية ابن مالك والقاموس الذي تتسلى بقراءته ساعتين كل صباح. شوف يا شيخ